مساء الخير، أو ربما يجب أن أقول مساء العار لكرة القدم الأرجنتينية. ما شاهدناه اليوم في تشيلي لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة: فضيحة. نعم، فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. منتخب الأرجنتين لأقل من 20 سنة، ذلك المنتخب الذي كنا نصفه بأنه الأفضل في القارة، خسر أمام المغرب، وليس مجرد خسارة بل هزيمة مهينة. المغرب يا سادة لقننا درسا في كل شيء، في الروح، في التكتيك، في الشجاعة، وفي احترام كرة القدم. قبل المباراة كنا نتحدث بثقة، نقول إن المغرب منتخب صغير، إنه خصم يمكن تجاوزه بسهولة، إننا ذاهبون إلى ربع النهائي دون تعب. لكننا نسينا شيئا بسيطا جدا: إن المباريات تلعب في الملعب لا في الجرائد. المغاربة دخلوا المباراة بعقلية المنتصر. من الدقيقة الأولى ضغطوا، قاتلوا، ركضوا، كأن حياتهم كلها معلقة على هذه المباراة. أما نحن كنا نمشي، نمرر الكرة بتكاسل، نرتكب أخطاء سخيفة، وننظر لبعضنا البعض وكأننا نلعب مباراة ودية في الحديقة. أنا لا أريد أن أكون قاسيا، لكن الحقيقة يجب أن تقال: لقد استهان منتخبنا بالمغرب ودفع الثمن غاليا. المغاربة لم يخافوا، لم يتراجعوا، لم يركنوا للدفاع، بل واجهونا وجها لوجه، هاجمونا بشجاعة وأحرجونا في كل لحظة. الهدف الأول كان صفعة، والهدف الثاني كان إهانة. في كل لقطة كان واضحا أنهم يؤمنون بأنفسهم أكثر منا. لاعبو المغرب كانوا يلعبون بقلوبهم، ونحن كنا نلعب بأسمائنا. يا جماعة، نحن نتحدث عن المغرب، منتخب شاب جاء من إفريقيا، من قارة لطالما نظرنا إليها من الأعلى. لكن اليوم هم نظروا إلينا من فوق بكل فخر وثقة. أريد أن أقولها بصوت عال أمام كل من يشاهدني الآن: لقد هزمنا المغرب في كل شيء، في الروح، في الانضباط، في الرغبة، وحتى في الكبرياء. نعم، الكرة لا تعرف التاريخ، الكرة تعرف من يحترمها أكثر، والمغرب احترمها أكثر منا، لذلك فاز. هل رأيتم وجوه لاعبين بعد المباراة؟ دموع، انكسار، خيبة. لكن الدموع لا تعني شيئا إن لم تغير شيئا. الدموع لا ترجع الاحترام الذي فقدناه اليوم. لقد أضعنا كل شيء بسبب الغرور. مدربون لم يقرأ المباراة، لاعبون لم يتحلوا بالمسؤولية، واتحادنا يعيش في عالم من الأوهام. كلنا مذنبون. أريد أن أقولها بكل وضوح: نحن لم نخسر من المغرب، نحن خسرنا من أنفسنا. لكن في المقابل يجب أن نكون منصفين. تحية احترام كبيرة للمغرب. هؤلاء الفتيان الشجعان أظهروا لنا كيف تكون كرة القدم الحديثة. لعبوا بالثقة، بروح جماعية، بلا خوف من القميص الأرجنتيني. لقد جعلونا نتذكر أن كرة القدم ليست فقط مهارة، أنها إيمان وشغف وحب للوطن. أقولها وأنا أضرب الطاولة أمامي. لقد ظننا أننا سنلقنهم درسا، لكنهم هم من علمونا. تحية للمدرب المغربي الذي تفوق تكتيكيا على جهازنا الفني بأكمله. تحية لهؤلاء اللاعبين الذين جعلونا نصمت، وجعلوا كل قنواتنا اليوم تتحدث عنهم بإعجاب واحترام. الكرة تدور، واليوم دارت ضدنا بقسوة، لكن ربما تكون هذه الصفعة هي ما نحتاجه لنستيقظ. في النهاية أقولها بصوت عال لكل من يزال يبرر: لا، لم يكن سوء حظ، كانت هزيمة مستحقة بكل التفاصيل. شكرا للمغرب، لأنهم جعلونا نرى الحقيقة التي كنا نهرب منها، وأننا لم نعد نخيف أحدا، وأن العالم يتغير، والمواهب الحقيقية تأتي من حيث لا نتوقع. ربما خسرنا مباراة، لكننا ربحنا درسا في التواضع، ويا له من درس مؤلم. لقد كنا نرى أنفسنا فوق الجميع، والمغرب أسقطنا إلى الأرض بلا رحمة. تقرير خاص من صحيفة الفوتبول أرجنتينو بعد الهزيمة المدوية أمام المغرب في مونديال الشباب بتشيلي. يا لها من صدمة، يا لها من صفعة على وجه كرة القدم الأرجنتينية. في تشيلي، حيث ظننا أننا جئنا لنواصل كتابة التاريخ، وجدنا أنفسنا أمام واقع قاس مؤلم بل ومهين. منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يهزمنا هزيمة لا تنسى، ويخرجنا من البطولة ونحن لا نصدق ما حدث. قبل أيام قليلة فقط من هذه المباراة كنا نتحدث بكل ثقة، كنا في صحفنا، على شاشاتنا، وفي مقاهينا:
المغرب لا مشكلة، إنها مباراة سهلة. استهزأنا، تباهينا، وقللنا من شأن خصم جاء من أفريقيا. كنا نعتقد أن الأمر محسوم منذ البداية، وأن اللاعبين الذين تربوا في أندية كبرى كبوكا جونيورز وريفر بليت وروزاريو سنترال سيكتفون بنزهة قصيرة نحو الفوز. لكننا اكتشفنا بسرعة أن الكرة لا ترحم المتغطرسين. شوط أول صادم، والمغاربة يلعبون كما لو أنهم في النهائي. منذ اللحظات الأولى شعرنا أن هناك شيئا غير طبيعي. المغاربة دخلوا المباراة بروح نارية، اندفاع، تركيز، سرعة وتنظيم مذهل. في المقابل لاعبون ظهروا كأنهم يلعبون مباراة ودية، بلا روح، بلا رغبة. كل تمريرة مغربية كانت تحمل فكرة، كل هجمة كانت محسوبة. أما نحن كنا نضيع الكرات ببساطة، نتأخر في التغطية ونتفرج على خصم يلعب بثقة مدهشة. وفي الدقيقة 30 جاء الهدف المغربي الأول، تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لم تترك لحارسنا أي حيلة. سكون تام عم المدرجات الأرجنتينية. كان المشهد صادما. لم نصدق أن المغرب الذي كنا نعتبره مجرد محطة عبور صار هو من يعبر فوقنا. كنا نرقص التانجو، لكن المغرب غنى أغنيته الخاصة. مع بداية الشوط الثاني توقعنا ردة فعل قوية، لكن العكس تماما حدث. المغاربة وصلوا الضغط ورفعوا الإيقاع أكثر، كأنهم يواجهون منتخبا ضعيفا. ولم تمر 10 دقائق حتى جاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة بدأت من الدفاع وانتهت داخل شباكنا. ذلك الهدف قتلنا نفسيا. رأينا وجوه لاعبين تائهة حزينة، وكأنهم يعيشون كابوسا لا نهاية له. في المدرجات جلس بعض المشجعين الأرجنتينيين واضعين أيديهم على رؤوسهم. مستحيل، هذا لا يحدث، كانوا يصرخون. لكن الحقيقة كانت واضحة. المغرب كان أفضل، أقوى وأذكى.